علي باعوني وسكنوني بالكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع حضراتكم الأخبار المتعلقة بحسن شاكوش وزوجته ريم طارق. فبعد ما عرفنا إن ريم عملت محضر في حسن واتهمته إنه سرقها وإنه أخد شبكتها ووصل الأمانة اللي كان بديل لمؤخر الصداق، ومش بس كده، ده كمان قالت إنه طردها من البيت في وقت متأخر بالليل. وعرفنا إن حسن شاكوش، وده على حسب كلام المقربين منه، إنه عرف بالصدفة إن زوجته ريم كانت متجوزة قبله وهو ما كانش يعرف، وإنه عرف إنها كانت متجوزة قبله بالصدفة، علشان كده حصلت المشاكل دي بينهم اللي انتهت بطردها من البيت، وإنه خد دهبها. وشفنا كلنا أول ظهور لطريق ريم زوجة حسن شاكوش اللي قال إن أهل ريم أخدوا كل حقوقها قبل الطلاق. ودلوقتي هنشوف فيديو لنرمين صديقة ريم زوجة حسن شاكوش بتكشف تفاصيل مثيرة جدا عن ريم وحسن شاكوش وطليقها اللي كانت متجوزاه قبل حسن. كلام مهم وخطير جدا قالته صديقة ريم زوجة حسن شاكوش. دلوقتي هنتكلم على الجوازة الأولى اللي حسن بيقول أنا مش عارفها. يعني بالعقل كده مفيش واحد بيروح يتجوز واحدة مطلقة من غير ما المأذون يطلب منه شهادة الطلاق، عشان لما بيروح يوثق في المحكمة بيبان كل بياناتها. طليق ريم طلع واتكلم الأولاني اللي هو أصلا حسن ضمه ليه وقال انا طلقتها ومش عارفه ايه، ومرضاش يقول السبب، واخدت كل حقوقها ومش كل حقوقها والكلام ده. ريم ما خدتش اي حاجه من حقوقها اصلا، ما خدتش اي حاجه من حقوقها منه، ولا جنيه ولا مليون جنيه. ريم رفع عليه قواضي بوساطة الامانه اللي المفروض اصلا يدفعهم لها، ما دفعش حاجه. ليه ريم اتطلقت منه؟ لان هو عنده مرض جنسي معدي، ومش واصلا في كل الدكاتره اللي ريم اتعالجت عندهم، ولو كانت ريم رجعت له كان هيحصل لها ورم على الرحم. لو واحده خايفه على نفسها، واحد بيروح يعق بره وبيجي لمراته، ما تخافش على نفسها ليه؟ ما تطلقش ليه؟ واحده خايفه على نفسها وعلى صحتها. ريم كانت متجوزه 12/11/2020 ومتطلقه 2022 2/2. تمام. الروشتة دي 25/3/2021 كانت ريم بتعالج عند الدكتور اسمه محمد السيد حسين. اول روشتة اهي، اللي بيقول لك اصل انا اسباب الطلاق ما بيني وما بينها، واحد بيعك بره بيروح لمراته. دي اول روشتة. ريم كانت بتتعالج، يعني مش زي ما حسن بيقول ده اصل عندها ورم، اصل هي مش عارفه ايه، اصل ما اعرفش اللي هي متطلقه. في واحد يبقى عارف اللي هي مش متطلقه وقعد معاها شهرين؟ ازاي يعني؟ تيجي ازاي شهرين؟ انت لو انت عارف اللي هي مش بنت، وعارف ان الكلام ده فعلا زي ما انت بتقول من اول ثانيه كنت طلقتها. تاني روشتة 21/4/2021 برضو الريم، مدام ريم، دكتور اهو جلدية وتناسلية وذكورة، عشان العضوة اللي كان جوزها عملها لها. اهو التاريخ والاسم، اهو بالمرض اللي كان جوزها جابه لها. لحد دلوقتي على فكرة ريم ما طلعتش حاجة بلسانها. ده اللي حسن طلع يتكلم فيه، فبيقول ان انا بطلقها علشان هي مريضه وعندها 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 وعندها، واتفاجئت اللي هي متجوزه. لا، هو ما اتفاجئش اللي هي متجوزه، وراح متقدم لها وهي مطلقه. مشكله ريم مع حسن خاين قوي. جالها صور وهي عند بيت مامتها بواحده على باب شقتها او على باب الفيلا اللي هي قاعده فيها. حسن كمان عليه انها تعمل اكونت ليه، علشان كل البنات اللي هو كان وعدهم بالجواز، كل البنات اللي كانوا وعدهم بالجواز كانوا هيطلعوا هيفضحوا الدنيا والكلام ده. اصل انا مراتي وخايف عليها ما ينفعش اعمل لها اكونت وكده. لا مؤاخذه، التاني الاولاني دوت اللي هي اتجوزته ليه حساب وكله قانوني هيتاخد. هو طلع دلوقتي يتكلم بس بالقانون هم هيرد عليه. وخليك على قد كلمه انت قلتها، بتقول له انت طلقت ليه مش عارف يرد. انا بقول لكم هو طلق ليه؟ طلق عشان كان هيعدي البت دي
طلع البنت دي كانت هتعديها بسببه، بيطلع ينجز بره وعايز يبقى معاها. ازاي؟ ده التقرير بتاع ريم اللي هي متعالجه من اي حاجه، تمام؟ اللي هي متعالجه من اي حاجه، ما عندهاش اي مرض. موضوع حسن يا جماعه معلش خلينا بس متفقين، مين لو كانت قدم لها حسن شاكوش مش هتوافق عليه؟ خيانه وقرف ونسوان تبعت صور ونسوان في الشقه ومخدرات وحاجات كتير قوي. ليه اللي يجبرها؟ ايه اللي يجبرها انها تكمل؟ وجاي كمان عشان تسيبها تقول انت فيكي عيب وعيب وعيب، وعارف ان انت مش متجوزه. لا انت عارف ان هي متجوزه ومنفصله، زي ما انت متجوز 3 مرات غير العرفي، غير الاثنين المغاربه اللي انت متجوزهم عرفي، كوثر وهجيب لك وسكينه ولا سكينه. صح ولا غلط؟ شات ما بين ريم وما بين حسن، وهي بتقول له انت فاكر ان في حاجه هتهزني بعد اللي انت مطلعه عليا؟ لو واحد غيره هيرد يقول انا مش مطلع حاجه عليك، دي الحقيقه. قال لها علشان لو اتكلمت اقول كتير وفي نفس الوقت مش هعرف اتكلم عشان انا راجل وانتي لحد دلوقتي مراتي. طب انت لو مراتك مش هتروح تنضم مع طليقها، تجيب طليقها وتحطه على الحجر وتخليه ينزل، تمام؟ انا قلت كل حاجه. فراح رد عليها لما هي بتقول له انت فاكر لو في حاجه هتهزني؟ رد عليها لا اوعي حاجه تهزك يا ماما، وهي عملت له بلوك. ولحد هنا يكون الفيديو خلص. الى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد. سلام.